برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مستمعينا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج خلي بالك من نفسيتك اللي بكون معاكم فيه انا رنيم عصام على راديو برونتو اف ام. زي ما انتم عارفين البرنامج بتاعنا الغرض بتاعه هو ان هو يبوش كده لقدام ويديك طاقه ايجابيه تبدا بيها يومك او تكمل بيها اليوم، تعدي بيها حاجات انت ممكن تكون بتعدي بيها مش لذيذه في يومك، وتفكرك بحاجات انت ممكن بسبب الظروف اللي بتعدي بيها على مدار اليوم تبقى ناسيها مع انك عارفها كويس. موضوع حلقتنا النهاردة هي غلطة كلنا بنقع فيها للأسف بسبب ممكن السوشيال ميديا، بسبب إن خلاص بقينا يعني كله منفتح على بعضه، وكلنا بقينا عارفين أخبار بعض من خلال السوشيال ميديا ومن خلال كل السوشيال بلاتفورمز. موضوع حلقتنا النهاردة هو المقارنة. للأسف إحنا كلنا بنقع في غلطة المقارنة، إن إحنا بنقعد نقارن نفسنا بناس تانية، وساعات كتير قوي ممكن تحكم على نفسك بالفشل لمجرد إن أنت ما قدرتش إن أنت تحقق التاني ده حققه، مع انك من وجهة نظرك بتبقى شايف ان احنا شبه بعض. طب ليه هو حقق ده وانا ما حققتش ده؟ الحقيقة ان احنا كلنا مختلفين عن بعض. حتى لو انت شايف ان انت شبهه في شوية حاجات، اتأكد ان انت مختلف عنه في حاجات كتير قوي تانية. انت مختلف عنه في شخصيتك، مختلف عنه في مقوماتك، مختلف عنه في الظروف الحياتية المحيطة بيك، مختلف عنه حرفيا في كل حاجة. فلما تيجي تقارن هتلاقي ان المقارنة مش عادلة، لان انت مش بتقارن ما بين حاجتين حتى شبه بعض في اي حاجة. لا، انت مش بتقارن مقارنة صح تماما. فبتبدأ ان انت تحس بالفشل وتحس بالإحباط وتحس ان انت اللي انت بتعمله ده مش كفاية، وان انا اللي كان المفروض اعمل اكتر من كده. طب ما بص هو وصل وهو مثلا في نفس سني. اللي انا جاية اقوله لك ان لا، هو مش زيك وانت مش زيه، كل واحد ليه ظروف مختلفة عن التاني. طول ما انت قاعد بتفكر ان انت بتقارن نفسك بيه، انت بتشغل دماغك وبتشغل بارت كبير او جزء كبير من حياتك في ان انت مركز معاه ومش مركز مع نفسك. طب انت بقى لو ركزت مع نفسك وقارنت نفسك بنفسك والحاجات اللي انت محتاجها عشان تحقق اللي انت عايزه، او الحاجات اللي انت محتاجها عشان تحسن من نفسك وتحسن من حياتك وتبقى الشخص اللي انت عايزه او تحقق الحاجات اللي انت عايزها، صدقني ده هيفيدك اكتر بكتير من ان انت تبقى مركز مع حد تاني. لان هو بارت كبير من نجاحه هو ان هو مركز مع نفسه، مش شاغل نفسه بحد تاني. فانت لما تشغل نفسك بيه هو وبحياته هو، انت كده مش بتعمل اي حاجه غير ان انت بتضايق نفسك وبس. فما تقارنش نفسك بحد، وافتكر دايما ان انت شايف الصوره برضو من بره. انت ما تعرفش الشخص التاني ده اللي وصل لحاجه معينه هو ضحى بايه وعدى بايه، وايه الحاجات اللي واجهته. يمكن حاجات انت ما تقدرش ان انت تواجهها، فعشان كده هو وصل للحته دي وانت وصلت للحته دي. فما تركزش مع حد وما تقارنش نفسك بحد. انا عارفه ان السوشيال ميديا ساعات كمان بتاثر في الموضوع ده، بتبقى شايف الحاجات الخارجيه، بتبقى شايف الحاجات الكويسه بس. ما حدش بينزل على السوشيال ميديا الحاجات اللي هو فشل فيها. كلنا بنبقى عايزين نبين على السوشيال ميديا ان احنا ناس جامده جدا وبتحقق حاجات كتير، ما بنبينش الحاجات اللي احنا بنعدي بيها والصعوبات اللي احنا بنعدي بيها. فحكمك من بره مش احسن حاجه، مقارنتك من بره برضو مش احسن حاجه. فعشان يعني تختصر الطريق على نفسك، ما تقارنش نفسك بحد تاني، قارن نفسك بنفسك، اشتغل على نفسك، ركز في حياتك، ركز في الحاجات اللي انت عايزها، الحياه اللي انت عايز توصل لها. صدقني ساعتها بجد هتقدر تحقق كل حاجه انت عايزها، وهتبدا ان انت تبقى الشخص اللي انت نفسك تبقى. ده كان ريمايندر النهارده، وده كان المسج كده بتاعت النهارده اللي انا متاكده ان انت بتبقى عارفها، بس بتبقى زي ما قلت لك بسبب الضغوطات وبسبب السوشيال ميديا والحاجات دي كلها بتبقى ناسيها. اتمنى ان يكون كده نور في دماغك حاجه، وتبطل لو انت بتقارن نفسك بحد تبطل انت تعمل ده من دلوقتي ومن النهارده. كنت معاكم انا رنيم عصام، واتمنى ان تكونوا انبسطتوا بالحلقه. فخلي بالك من نفسيتك وخلي بالكم من نفسيتكم لحد ما اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وباي باي.